ازيكم حبايبي واخواتي واصحابي واحلى مشاهدين في الدنيا. النهارده بقى بنعمل معاكم عشاء خفيف كده جميل. قلنا بقى ما فيش اللي عندنا شويه لحمه معصجه كده ودقيق. قلنا نعمل معاكم حاجه عظمه كده وجميله واحلى من الفطاير اللي بنشتريها من بره الغاليه دي. انت بتجيبي الفطيره الكبيره باللحمه ب 200 جنيه، انت هتعملي 5 فطيرات من كوبايتين دقيق بس، كوبايتين دقيق وربع كوبايه ميه دافيين، هنحط فيهم كيس خميره او معلقه خميره كبيره، ومعايا ربع كوباية يعني أكتر من ربع حاجة بسيطة، هنقلب بيهم العجينة بتاعتنا. هياخد يعني كل دقيق كله هياخد معانا بالضبط نُص كوباية مَيّة، وهنقلب العجينة بتاعتنا. العجينة بتاعتنا هتبقى طرية مش ناشفة خالص، هتبقى معانا تاخد وتدّي كده زي ما أنتم شايفين. باعجنها معاكم، بتاخد حوالي 10 دقايق عجن لحد ما تدّيني طراوة كده، وتبقى معايا عجينة طرية وجميلة وسهلة الفرد معاكِ. هتسيبيها ترتاح حوالي من نُص ساعة لساعة. باسيبها ترتاح لحد ما تبقى كويسة، بادهنها زيت وباسيبها وباغطّي عليها وباسيبها. باكون مجهّزة معايا اللحمة المفرومة اللي أنا معصّجاها، ومعايا جبنة موتزاريلا، ومعايا زبدة حوالي 3 معالق زبدة كبار، مسيّحاهم تسييحة بسيطة كده على النار. وأنا معايا كده عملت العجينة معايا، شكّلتها قبل ما أسيبها ترتاح شوية، شكّلتها وسِبتها ترتاح وهي عجينة. باسيبها ترتاح 10 دقايق وبعد كده باقرّصها حوالي تقعد نُص ساعة. بتفضل معايا كده أقراص حوالي 8 أقراص. عملت لكم برضه طريقة تخلّي القرصة الواحدة منها تعمل واحدة أو 2 على بعض، تبقى مورقة برضه وأكبر شوية، يعني عملت حوالي 5 فطيرات. شايفين معايا بابدأ أشكّلها. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أبدأ أفرد كده الفطيرة معايا بتاخد وتدّي إزاي. بدأت كده ارتاحت كويس جدًا، خدت حوالي ساعة إلا ربع كلّها بالراحة بتاعتها. بدأت كده خلاص بافرد من فوق من جوّه لبرّه كده بالزبدة بتاعتي لحد ما فردت معايا. ولو اتقطعت معاكِ ما فيش أي مشكلة خالص، بتكمّلي برضه وبتدهنيها زبدة. عايزة تدهنيها سمنة عادي ما فيش مشكلة. بابدأ كده بالسكينة أو بالقطّاعة، عايزة تقطّعيها وتلفّيها، يا إمّا بتلفّيها كده زي الظرف كده. وبابدأ أسيب دي هاحطها في فطيرة تانية، دي اللي عملتهم 2 مع بعض. بدأت أفرد التانية اللي هاحطها فيها بالشكل ده. عايزة تعمليه بالشكل ده عشان تورّقيها ماشي، عايزة تلفّيها زي الظرف ماشي. بدأت كده ألِم كل وسِبت حتّة بس هي اللي كبيرة، هافردها كلّها على العجينة بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. هابدأ بقى أسيب دي ترتاح برضه وأجهّزها في صينية لحد ما ييجي أكون عملت كل الفطيرات تكون ارتاحت معايا، بتاخد حوالي ربع ساعة. بدأت كده يعني حشيت بالشكل ده. شايفين الفطيرة بتاعتي والموتزاريلا بتاعتي عايزة تحشي طبعًا أنا ما حشيتش طماطم ولا أي حاجة تانية عشان ما تطلعش منها وتبقى شكلها مش حلو. بدأت كده خلّصت كده الفطيرات بتاعتي بالشكل ده وسِبتها ترتاح، ومجهّزة طبعًا صواني مدهونة زبدة أو زيت أو سمنة إن أنا هاسوّي فيها. عايزة تعمليها في طاسة على النار بتتعمل برضه ما فيش مشكلة وسهلة وبسيطة، مش هتاخد 10 دقايق. شايفين حبايبي دي الفطيرة التالتة، باعملها معاكم بالشكل ده أهو. شايفين بافرد ما شاء الله ارتاحت أكتر من التانيين كمان، لأنها كانت خدت وقتها في الراحة خالص. بدأت كده شايفين حبايبي شكلها. عايزة تقطّعيها زي مثلثات كده ماشي، عايزة تعمليها وتلفّيها زي الظرف ماشي، أي تقطيعة عندِك هتنفع معاكِ. عايزة تعمليها مربّع وتقطّعيها برضه على الشكل ده ماشي. شايفين حبايبي؟ أسيب بس جزء هو اللي كبير اللي هالِف معاه الفطيرة بتاعتي، عشان تلِف من تحت ومن فوق. شايفين حبايبي؟ هابدأ أحشي، دي عملتها فردة واحدة بس، فطيرة واحدة، عشان كده هُم عملوا كلّهم ال8 عملوا معايا 5. بدأت كده أحُط بقى الحشو بتاعي وأقفل عليه بالشكل ده. دي برضه حلوة مش مشكلة، لو أنتِ عايزاه تعمليها هتعمل معاكِ فطاير كتير جدًا، كانت ممكن تعمل معايا 8. أنا حبيت أورّيكم اللي هي اتنينات مع بعض، وحبيت أورّيكم اللي هي واحدة لوحدها. باسيبها ترتاح طبعًا ودهنة الصينية، وأبدأ أعمل برضه ال5 معاكم بالشكل ده، لحد ما كل الفطاير بتاعتي تبقى جاهزة معايا. شايفين حبايبي الفطيرة ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بدأت كده حشيت كل فطيري ما شاء الله بيبقى إزاي، عشان دليل إن هو معمول بطريقة كويسة جدًا. شايفين حبايبي شكله؟ مورق وجميل وفرد طريقة سهلة للفرد وبمنتهى السهولة، وفي وقت قليل كده جدًا هتعملي أحلى عشا وأحلى فطير لأولادِك ما شاء الله. بتجيبي طبعًا الفطير ده مكلف من برّه وبيبقى غالي جدًا وباهظ الثمن. أنتِ هتعمليه في بيتِك بأقل حاجة بدقيق ومَيّة بس وهتعمليه وأي حشو عندِك، ممكن تحشيها جبن بس أي حاجة عندِك. لو عجبكم الفيديو بقى ما تبخلوش عليَّ بقى باللايك والشير والاشتراك الحلو، وحاولوا كده تتفاعلوا مع قناتي عشان أعمل لكم حاجات كتيرة هتعجبكم وتفيدكم. يا ريت يا رب كده إن شاء الله نشوفكم في خير وسعادة وبصحة،
ودايمًا إيه يعني تعملوا حاجات حلوة وربنا يبارك لكم في حياتكم. شايفين حبايبي دي اللي أنا حطيتها في واحدة تانية. بدأت كده بقى في يبقى شايفين ما شاء الله القبابان بتاعها واخدة هوا جميل. أبدأ بقى في صينية كده أنا عاملة كلّهم في الاتنين في صينية وفي واحدة في صينية وفي 3 في صينية زي ما أنتم شايفين، ما شاء الله. قبّات معايا ارتاحت كويس جدًا على ما كنت شغّلت الفرن وقعد بتاع ربع ساعة، كانت ارتاحت راحة 100، 100. هابدأ بقى أدخّلها على درجة حرارة 190 كده، وهتبدأ بالشكل ده ما شاء الله. باشغّل الشواية عليها في آخر دقيقتين أو آخر 3 دقايق كده بتدّيني لون حلو برضه. شايفين حبايبي؟ أبدأ أقطّعها بس سخنة جامد عليّا. شايفين حبايبي بتبقى حاجة ما شاء الله.